انا كل مره بعمل فيها عزومه الناس بتسيب الاكل كله وبتركز مع طبق واحد بس، فانا حبيت اقول لكم كل تفاصيل الطبق ده تفصيله. اول حاجه انا جبت لحمه وقطعتها مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اشوحها في حته سمنه حلوه وطبعا ما تنسوش رشه الفلفل الاسود الحلوه، وبعدين نزلت شويه بصل مع شويه صويا صوص وقلبتهم كلهم مع بعض. كده اللحمه مش هتاخد وقت خالص في التسويه، بس انا بزود شويه ميه صغيرين عشان اتاكد ان هي استوت 100%. ركزوا معايا بقى عشان اللي هنعمله دلوقتي ده اهم. انا دلوقتي هعمل 4 كوبايات رز، يعني قصادهم 4 معالق كبار من السكر، كرملتهم مع شويه زيت صغيرين قوي. لما اخدوا اللون اللي انتوا شايفينه ده نزلت بالميه، ومقدار الميه طبعا لكل كوبايه رز كوبايه. ابتديت بقى احط مرقه ورق لورا وكمان ملح وفلفل اسود مع رشه قرفه حلوه كده وشويه من ال7 بهارات، وحلوه قوي على كده مع تقلبتين حلوين. وطبعا لازم اشوف الملح اخباره ايه، وبعدين نزلت بالرز. وطبعا بعد التقلبتين الحلوين انا بحب احط شويه زبيب كده، بحس ان بيبقى طعمهم احلى. هسيب الرز على نار عاليه لحد ما يتشرب خالص، وبعدين هوطي النار يا جماعه لحد ما يستوي. عايزه اقول لكم ريحه الرز بالخلطه كان قالب الشقه حرفيا. وانا عارفه ان معظم الناس بتعمل الرز بالخلطه بالكبد والقوانص، بس بجد لو جربتوها باللحمه مش هتبطلوها. وطبعا لا غنى عن شويه مكسرات حلوين كده يدلعوا الدنيا. وانا بالنسبه لي يا جماعه الطبق ده لازم يبقى موجود اول يوم رمضان، بجد بيبقى سهل جدا، بيشرف في اي عزومه، وطعم وريحه يا جماعه تحفه.